وقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، يعني يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقوله خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله يدلنا على أن هذا التهليل هو من أفضل الأذكار التي تقال في هذا اليوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد جاء في لفظ عند أحمد من نفس الطريق، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر التهليل السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه خير ما قاله هو والنبيون قبله، وهم أفضل الخلق وأعلمهم بالله وبشرعه.